عزيزي المشاهد، انا عاوز اتفق معاك اتفاق قبل ما تنزل تشتم في الكومنتات اننا متراقبين والعين علينا يا كبير، وان الاسعار عند الفلنكات. من سنة او اتنين كان الوضع تمام، انما دلوقتي الوضع مش تمام، والحقيقة ان قبل كده برضه ما كانش تمام. ما بين التعويم كل شوية وان لو الحاجة غليت ما تشتريهاش، هو البريكس شغال ولا لسه شوية كمان؟ فاهلا بيك عزيزي المشاهد اللي على الحديدة، والله العظيم مكسوف اقول لك كده، في حلقة ارخص تجميعة العاب تشتريها. ولو انك لو عرفت التوتال مش هتقول ان دي ارخص تجميعة العاب خالص. لازم تبقى متقبل حاجة مهمة جدا، ان انت في وضع اقتصادي لا تحسد عليه. الحاجة سعرها مضروب في 2 او في 3. طبعا ده مقارنة بسعرها زمان اللي هو من سنتين فاتت. فاسمع كده بصدر رحب، لو دي ميزانيتك اللي ناوي عليها اعرف انت هتعمل ايه بالظبط. نبدأ كده باول حاجة، البروسيسور اللي هيكون في الحالة دي الانتل كور اي 3 13100 اف، بروسيسور الفئة الاقتصادية من الجيل الحالي، الجيل ال 13، بيجي بعدد 4 انويه، والاربعه من نوع انويه الاداء، ومعاهم 8 ثريد. البروسيسور بيقدر يوصل لتردد 4 و5 لكل الانويه، و4 و5 للنواه الواحده برضه. النسخه دي بتيجي من غير بيلت ان جي بي يو، وده دلاله على تواجد حرف الاف اللي ملعلق في الاسم، وده بيكون ارخص من النسخه اللي بتيجي من غير حرف الاف واللي بيكون فيها البيلت ان جي بي يو. سعره حاليا وقت كتابه الحلقه هو 5250 جنيه، اما النسخه العاديه هيكون سعرها 6000 جنيه مصري، يعني فرق 750 جنيه، والاثنين جايين بستوك كولر. النسخه اللي بحرف الاف هتكون كويسه في كل حاجه، بس لو انت عاوز تتعلم، وخد بالك من كلمه تتعلم، على برامج مونتاج او برامج الجرافيك ديزاين، خليك في النسخه النون اف ال 13100 العاديه، واستغل البيلت ان جي بي يو في انه يساعد شويه في التعامل مع الماتيريالز بخاصيه الكويك سينك. تاني حاجه هتكون البورده. عندك اختيارات كتير جدا في الجيل ال 13، الاتش 610، البي 660، الزد 690، الاتش 670، البي 760، الزد 790، والاتش 770. ودي نقطه لاول مره هنحتسبها الانتل، هو نقطه التحديث. اي ام دي بورد الاي ام 4 خلاص انتهت، وبورد الجيل الجديد ما تعتبرش اقتصاديه قوي او بروسيسورز حتى اقتصاديه. اي نعم عمر تقادمي اطول من انتل وده شيء اكيد، بس السعر المره دي مش في صالح اي ام دي، بالاخص نقطه الرامات الدي دي ار 5. انا عشان اجيب رامات دي دي ار 5 حجمها 16 جيجا سعرها 3500، وكمان ما فيهاش ار جي بي، فهنا دعم انتل للدي دي ار 4 يكسب. ده غير ان سوكت ال جي اي 1700 مكمل معانا كمان سنه الجيل ال 14. فلو انت عاوز تجدد هتضمن ان الدي دي ار 4 هيفضل موجود، وكمان هتقدر تركب بروسيسور اعلى من غير ما تغير البورده بتاعتك. ممكن وقتها تغير البورده عشان لو جايب بروسيسور محتاج دايره طاقه اقوى، بس في العموم انتل اختيار كويس جدا جدا دلوقتي. البروسيسور بتاعنا ما بيدعمش كسر السرعه ولا محتاج بورده بدايره طاقه قويه، اقصى رقم ممكن يوصل له من استهلاك الطاقه هو 89 واط. يعني الاختيار الاحسن للميزانيه هيكون الاتش 610، بالتحديد الاتش 610 ام اتش دي دي ار 4 من جيجا بايت. بورده صغيره فيها كل اللي محتاجه عشان تشغل بروسيسور زي الكور اي 3، ولو الميزانيه تسمح بروسيسور مثلا زي الكور اي 5 12400، بلاش ال 13400، هيحتاج دايره طاقه احسن شويه، خلينا نقول بي 660 بي 760. سعر البورده دي 3300. الرامات هتكون النسخ المحببه لقلبي الدي 6 جي من اكس بي جي. الرامات دي انا بحبها شكلا وموضوعا، ومن افضل الرامات اللي جربتها، وكانت في جهازي القديم. شكلها حلو جدا، نسبه الار جي بي فيها دايما بتخليها اختيار كويس جدا. هركب منها كيت 16 2 في 8 جيجا عشان استفيد من الدول تشانل في البورد، ودي البدايه ليك في اي جهاز دلوقتي. رامات 8 جيجا مش هتعديك على اول الشارع، فال 16 جيجا تقدر تقول انها بقت دلوقتي السويت سبوت سعرا، واللي هيكون هنا 2450، والتردد هيكون 3200 ميجا هرتز، وده اقصى تردد البورده دي بتقدر تتعامل معاه. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا في اي تجميعه، مش كارت الشاشه، وصدقني هي هتفرق معاك مش في الاداء، ولكن هتفرق معاك في استخدامك للجهاز. القطعه دي هي الاس اس دي حاف، من غير كلمه هارد. الاس اس دي يعتبر ثالث احسن اختراع بعد كارت الشاشه في المقام الاول، والبروسيسور في المقام الثاني. من الاخر ده حلقه الوصل ما بين شغلك اللي على الجهاز واستخدامك للجهاز، ودي نقطه ما فيهاش نقاش ولا فصال ولا مقاوحه. اياك ثم اياك تجمع جهاز جديد او تجيب جهاز من غير ما تشتري اس اس دي، ودايما دايما هاته جديد حتى لو شاري جهاز مستعمل، الا لو ميزانيتك لا تسمح، وهقول لك ليه بعدين ما تشتريش اس اس دي مستعمل. ابدا تجميعتك بحاجه مثلا زي ال 120 جيجا، زي الايسر مثلا الار اي 100 ساتا 3 سعره 550 جنيه، مفيش اقل من كده هتلاقي. عاوز اعلى براحتك، عندك كده كده ام دوت 2 في البورده، ركب فيها جين 3 لو عاوز، بس في كل الاحوال ما تهملش الاس اس دي في تجميعتك. خامس بقى واهم قطعه في تجميعتنا كارت الشاشه، اللي هيكون اقل كارت شاشه تشتريه لتجميع للالعاب على 1080 بي، الجي تي اكس 1650 من جيجا بايت، النسخه ال 4 جيجا بالتحديد برامات جي دي ار 6. الجي تي اكس 1650 يعتبر كشريحه من اقدم الشرايح اللي
موجوده حاليا ككارت شاشه جديد سعره 7250 جنيه. وعشان برضو تكون عارف ده مش اقل سعر ليه، والحقيقه انا شايف ان هو سعر مبالغ فيه، بس يعني السوق عندنا مضروب بالنار. في نسخه منه لقيتها سعرها 6600. الفكره ان التجميعه دي عندي بقالها فتره كبيره جدا، وكنت عاوز اعملها من فتره كبيره جدا، يعني من شهر 3 اللي فات، بس دايما ما كانش الوقت في صالحي تماما. المهم ان في نسخه سعرا اقل بنفس المواصفات، مساحه الرامات والGDDR6. الكارت قديم ولا زال موجود، ويعتبر البدايه لاي جهاز بكارت شاشه خارجي. في منه نسخه GDDR5 هتكون طبعا بسعر اقل، بس في زياده على حسب الناس اللي جربت النسخه الGDDR5 والGDDR6 من 4 ل 6% على حسب اللعبه. فلو ما لقيتش فرق السعر كبير هات النسخه الGDDR6، لو لقيت الفرق في السعر يساوي الفرق في الاداء هات النسخه الGDDR6، ما لقيتش فرق في الاسعار مناسب انت وميزانيتك بقى وقتها. اخر حاجه بقى هتكون الكيسه، واكيد من مواصفات التجميعه انت مش محتاج حاجه واو، كل اللي هتكون محتاجه كيسه صغيره محندقه تلم التجميعه دي بباور سبلاي كويس، زي مثلا الاف اس بي الفينتو VG11E. كيسه ميد تاور صغيره بواجهه مش عشان التهويه، 4 مراوح RGB، 3 من قدام ومروحه واحده من ورا، حجمها مناسب لتجميعه اقتصاديه، هتديك شكل كويس، تنظيم كابلات مقبول جدا، 2 USB 2 1 USB 3، والار جي بي ما بيتغيرش فيها، مع باور سبلاي 650 واط 80 بلس برونز. وبالمناسبه باورات اف اس بي باورات كويسه جدا، دي شركه بتصنع لشركات كبيره جدا، وده اكتر من كفايه لتجميعتنا. سعرها 3000 جنيه. في منها نسخ دلوقتي بقت جديده مختلفه شويه في الشكل وبنسبه كبيره جدا. المراوح هتكون اضاءتها ادريسبل ار جي بي او اضاءتها بتتغير. التجميعه دي التوتال بتاعها هو 21800 جنيه مصري. للاسف ده سعر تجميعه اقتصاديه دلوقتي. اعتقد ان قبل انخفاض قيمه الجنيه قصاد الدولار كان ممكن تجيبها بسعر من 8000 ل 10000. لو قسمت الرقم ده على 38 جنيه سعر الدولار في السوق السوداء اللي بيتسعر عليه كتير جدا من المنتجات، وده اقل رقم عرفت اوصل له، وضربت في 16 اللي هو سعر الدولار في 2021 و2022 لحد شهر 3 هيديك توتال 9178. باقي العملات زي الدولار والعملات العربيه هحول من الجنيه ليهم هيظهروا لك دلوقتي على الشاشه. كل القطع دي قدرت اوفرها من شركه البدر جروب. البدر جروب من اقدم الشركات في سوق الهاردوير، وعندهم كتالوج كبير جدا ومميز من القطع، وكل حاجه ليها علاقه بالبي سي هتلاقيها عندهم، من الابره للصاروخ، من اقل قطعه لاغلى قطعه تتخيلها. كل حاجه عن البدر جروب هتلاقيها تحت في الديسكربشن، ما تنساش تقول لهم انك جاي من طرف فقي. بس تعالى لي بقى اقول لك الاداء ودرجات الحراره ونقفل الحلقه على كده. طبعا انت متوقع ان الاي 3 ده مش هيوديك لاول الشارع، لان في الاول وفي الاخر دي الفئه الاقتصاديه، اخرها هيكون ايه مثلا؟ الالعاب. معاك حق، بس التطور بيقول عكس كده. مع ان البروسيسور ده 4 انويه و8 ثريد، لانه على حسب نتائج الاداء والمقارنه بينه وبين المعالجات الثانيه على الاقل من المعماريات او الاجيال اللي فاتت بيقدم اداء مقارب للبروسيسور زي ال 11400 والرايزن 5 3600. بالمناسبه ال 11400 بنفس سعر البروسيسور ده. المشكله الوحيده هو ان البرامج اللي معتمده على تعدد الانويه هتفضل معالجات زي ال 11400 وال 3600 عشان الانويه والثريدز الزياده، فانت لازم تكون عارف انت بتشتغل على برامج ايه وهي بتستفيد من ايه. في كل الاحوال ده الاوبشن الوحيد والاحدث والاقتصادي جدا اللي ممكن تعتمد عليه، عشان لو حبيت تزود من امكانيات جهازك هتلاقي فرصه كويسه، لان مع الجيل ال11 والرايزن 3000 اي محاوله ابجريد هتكون مكلفه جدا. منصه كامله لو انت بتحب اي ام دي، او بورده جديده وبروسيسور جديد لو انت بتحب انتل. في الالعاب بقى هقسم لك الموضوع لالعاب تنافسيه والعاب تريبل اي، وخد بالك من الاعدادات في الالعاب التريبل اي بالاخص، وفي جزء كمان انت ممكن تعمل ايه عشان تاخد تجربه العاب احسن. في الالعاب التنافسيه هتقدر تاخد اكتر من 165 فريم في الالعاب، عدا طبعا اوفر واتش. و165 فريم ليه بالاخص؟ عشان ده الرينج المتواجد في الشاشات الاقتصاديه الموجهه للالعاب من حيث الريفريش ريت. فانت مع التجميع هتقدر تاخد متوسط فريمات ممتاز جدا، وده طبعا على اعلى اعدادات في الالعاب التنافسيه. ولو قللت اعدادات اكتر في الالعاب دي هتاخد اداء احسن او فريمات اكتر مع فيجوالز اقل. المقايضه دي بتكون ممتازه لصالح الناس اللي ناويه تحترف الالعاب. مشكله اوفر واتش انها لعبه كومبيتيتيف ولعبه مجانيه وكل حاجه، بس هي لعبه ديماندنج من زمان لموارد الجهاز من ايام الجزء الاول، وبالاخص الكارت الشاشه. فدايما لو انت بتلعب اللعبه دي اهتم بكارت الشاشه جامد. بالنسبه للالعاب التريبل اي فدي هتحتاج تضحي كتير بالاعدادات، لان في العاب كتيره جدا كانت بتوصل لمتوسط ال 50 فريم، زي مثلا لعبه شادو اوف ذا توم ريدر او جي تي اي 5، او حتى جزئين وورزون، بالاخص الجزء الثاني اللي كان على اعدادات بالانسد، عشان وان خلاص هيقفلوها بالضبه والمفتاح، وده رقم بلايبل جدا لو هتلعب طور القصه. لكن لو عاوز فريمات اكتر او هتلعب مالتي بلاير هتحتاج تقلل اعدادات اكتر. في العاب زي ريد ديد ريديمشن 2 وسايبر بانك 2077 على اعدادات هاي، ودي مش اعلى اعدادات بالمناسبه، هتاخد متوسط ال 40 فريم فيهم.
المشكله كانت في العاب زي استغفر الله العظيم جاد اوف وور ولعبه داينج لايت 2، مع ان تجربتهم كانت على اعلى اعدادات لان متوسط الفريمات ما كانش بيتعدى الثلاثينات، وده ما هوش رقم تعرف تلعب بيه. بس هقول لك ليه انا عملت كده. في طريقه تقدر تديك فريمات اكتر. للاسف الدي ال اس اس بتاع انفيديا ما بيشتغلش على كروت الجي تي اكس، ولكن لحسن الحظ الاف اس ار بتاع اي ام دي موجود وبيدعم كروت اي ام دي وكروت انفيديا الجديده والقديمه، وده اوبشن لازم تعتمد عليه في الالعاب، لان الالعاب اللي ما كانتش بلايبل زي جاد اوف وور مثلا خدت بوست من 39 فريم ل 50 فريم على اعلى اعدادات، في حين ان وورزون 2 على اعدادات بالانسد نطت من 52 فريم ل 75 فريم، وده رقم كويس جدا واحسن بكتير من الوضع الاولاني. فالالعاب اللي هيكون فيها ميزه الاف اس ار استغلها، عشان في النهايه اي زياده ببلاش انت اولى بيها. خلي بالك كمان من حاجه مهمه جدا، مش كل الالعاب كانت بتتاثر بنفس النسب، بس اكيد مش هتقل عن الارقام الاولانيه. درجات الحراره للكارت والبروسيسور كانت في السيف سايد، مفيش حاجه انك تروح تجيب كولر افتر ماركت او كولر احترافي من اول ما تجمع الجهاز للبروسيسور مثلا. ممكن بعد مرور سنه تبدا تحس في ضعف في اداء التبريد بالاخص في البروسيسور، وده ناتج عن الاتربه او المعجون الحراري ابتدى يفقد الفعاليه بتاعته، فتنظيف الجهاز وتغيير المعجون الحراري للبروسيسور هيحل الدنيا. عدا ذلك درجات الحراره من اول ما تشتري التجميعه ان شاء الله هتكون مقبوله جدا. تقدر تقول بناء على نتائج الاداء اللي طلعتها التجميعه دي فهي كويسه جدا على السعر اللي هيدفع فيها، بغض النظر طبعا عن الوضع الحالي للاسعار. لو دي الميزانيه بتاعتك فدي تقريبا افضل امكانيات، مع العلم انك ممكن تغير الرامات لحاجه اقل. الاس اس دي متهيألي مش هتلاقي اقل من كده الا لو موديلات اقل جوده. برد لا، كروت شاشه ممكن، كيسات او لا، لان في الاول وفي الاخر التجميعات دي ما هياش فرض عين عليك، عكس السبسكرايب للقناه وجرس الاشعارات اللي لازم تفعله. لو ما فيهاش اساءة ادب مني يعني لايك لو الحلقه عجبتك، رايك تحت في التعليقات، وعاوز تشوف ايه تجميعات الفتره اللي جايه. ولحد الحلقه اللي جايه، سلام.